ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ميك اب اخضر او زيتي يعني. الميك اب ده عموما بينفع على كذا سكين تون، سواء للناس البيض او حتى الناس الخمريه او حتى السمر. اللون الاخضر ده يعني لون فعلا بيليق على معظم السكين تون. طيب، خلينا الاول ان احنا هنبدا بان احنا لازم نجهز البشره بتاعتنا. انا هحط الكريم المرطب بتاعي. مهم جدا ان احنا نجهز البشرة علشان الفاونديشن لما نحطه ما يبانش ان هو مقشر. لازم البشرة تكون مترطبة كويس جدا. تاني حاجة برضو هحط الترطيب بتاعي تحت العين. باجي كده عكس الاتجاه. طيب، لازم اسيب البشرة حوالي دقيقة تمتص الحاجة اللي احنا حطيناها عليها، علشان لما نحط الفاونديشن ما يكلكعش. طيب، تاني حاجة هحطها هو البرايمر. طيب، هو البرايمر ميزته ان هو عموما للناس اللي عندها مسامات واسعة، ده شوية بيحاول يقلل من شكل المسامات. بلس ان هو بيساعد على ان الفاونديشن يمسك في البشرة اكتر. طبعا هو ده ما ينفعش ان استخدام يومي، علشان ما يقفلناش المسامات ويطلع لنا حبوب في البشرة. نيجي احنا بنطبطب كده. ممكن بعد كده بالبيوتي بلندر برضو نطبطب كده، اتأكد ان هو دخل. وبرضو لازم نستنى شوية البشرة تتشرب. طيب، بعد كده هبدأ احط الفاونديشن على البشرة كلها. انا حطيته هنا الاول وبفلات براش كده. الفاونديشن ده الكفرج بتاعه يعني هاي كفرج يعني. ده الفاونديشن ده بتاع اللي هو هدى بيوتي. طيب، طبيعي ان انا ببدأ من تحت وبدخل بالفرشة لجوه. يعني اقل حاجة بحطها على ناحية المناخير. الفاونديشن ده لازم نكون مرطبين يعني فيه كويس قوي، عشان هو بينشف شوية. يعني هو مش احسن حاجة للبشرة الجافة. وببيوتي بلندر يعني مندية، مش مفيهاش مية خالص، نتأكد ان هي مفيهاش مية خالص. نبدأ بقى ايه، نشيل الزيادات. طبعا انا مش جايبة تحت العين خالص، لان تحت العين عموما منطقة رقيقة جدا، ما ينفعش ان احنا نحط عليها لايرز كتير، هتنشف. طيب، انا حطيت كونسيلر كده اغمق شوية من لون بشرتي علشان اكنسل بيه الهالات، وسبته حوالي يعني نص دقيقة مثلا.
وبرضه احط فوق عيني كده. طيب انا حطيت برضو اللي هو البرونزر بالطبطبة كده. طيب هبدأ احط الكونسيلر بقى اللي انا هحتاج ان انا يعني انور بيه تحت عينيا. احط هنا كده وهنا. الحتة بتاعت المناخير هنا. برضو هعمل هنا كده. كمان هحط من ده بلاش كريمي عند العظمة هنا كده. هدمج واجيلكوا. طيب انا حطيت الكونسيلر ودمجت. بعد كده رحت عملت ايه، جبت البيوتي بلندر وفي اي منديل اشيل اي زوايد فيها، اي زوايد لاي كريم انا حطيته. بعد كده حطيت عليها فيكس سبراي وقعدت ان انا برضو اعمل هنا بحيث ان انا اخد برضو اي زيادات. لو انتوا شايفين، بحاول اقرب، هنلاقي البشرة شكلها سموث جدا وفيها لمعة كده، مني لسه ما حطيتش اي لمعة خالص. هنثبت ببودر بقى وارجع لكم تاني. طيب انا كده خلاص حطيت بودر. طبعا البلاش حطيت عليه البلاش الكريمي، حطيت عليه بلاش بودر، وبقيه البشره عملتها بالبودر اللوز بودر، وبعد كده بحاجه خفيفه من الكومباكت بودر. طيب خلينا نبدا كده بقى في شغل العين. خلينا نتاكد كده ان كل حاجه مدموجه كويس جدا. طيب اول حاجه انا هعملها بالقلم ده، هحط اللون الاخضر، هو كريمي شويه في نص العين كده. اوكي. وبفرشه هبدا ادمجه زي ما احنا شايفين كده، وبفرشه فلافي كده هاجي عند لون يعني اورنج كده او بني فاتح، اجي عند الاطراف مجرد بس ان انا ادمج الاطراف. طيب انا حطيت زيتي تحت نفس القلم، وبفرشه كده فلات حطيت نفس اللون الاورنج او البني اللي انا حطيته فوق عينيا، وهبدا ادمج. بلون شمر اخضر كده هحطه على الجسم المتحرك بتاعي بصوابعي. طيب انا حطيت الماسكارا تمام، بقيت بقى اخر فقره الروج. خليني احط الاول روج فاتح وبعد كده نحط احمر ونشوف كده. اكيد في ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده. طيب ده لون بينك او نود فاتح كده تمام. هحط احمر وتقولوا لي بقى انهي الاحلى. طيب كده الاحمر. انتوا قولوا لي بقى انهي الاحلى، ويا رب يكون الميك اب عجبكم. لو عندكم اي اسئله طبعا حطوها لي في الكومنتس. باي باي.